هل اتحاد الكوره ما كانش قادر يحل المشكله دي انها ما توصلش لكده؟ كان قادر. كان قادر بدليل ان عندك طاقم حكام سعودي دلوقتي اهو، جه في ساعتين زمن موجود في الفندق. جميل. طب قادر، طب وصلت الدنيا لكده ليه؟ انت ابتديت المشكله يا اتحاد ويا رابطه لما نمنا صحينا في ماتش كمان 5 ايام، ما اعترضناش لا اهلي ولا زمالك وقلنا هنلعب الماتش. جميل. ما حدش اعترض. تعالى من اول ما تعلن النهارده على المفروض على القرعه الجديده اللي ملهاش اي معنى دي، والناديين الكبار ما اعترضوش. تعالى وكان قبلها بكام يوم الزمالك معترض في بيانات ومؤتمرات على مستوى التحكيم والظلم التحكيمي المصري وي وي وي. طيب راح الاهلي يا رابطه انديه بخطاب رسمي، عايز الماتش الجاي انا هلعبه تمام بس عايز طقم تحكيم اجنبي. الرابطه قالت ماشي، يا راح بعت خطاب، والخطاب ده طلع النهارده ومتصدر برقم. طلع ان الرابطه خطبت اتحاد الكوره من يوم 9 يعني قبل الماتش ب3 ايام، يا اتحاد انا عايز حكام اجانب ماتش الاهلي ومتحمل التكلفه. اذا هنا مفيش مشكله في التكلفه. يا اتحاد انا عايز طقم حكام مصري لماتش الاهلي والزمالك وماتش الاهلي وبيراميدز وماتش الزمالك وبيراميدز، ده في خطاب رسمي. الماتشات دول جميل. اتحاد الكوره فضل يماطل ويتمرقع لحد امبارح الساعه 11 بالليل. جاي 11 بالليل امبارح تقول لي حكام الماتش اللي هتلعب هم دول، وجايب لي حكم اصلا واخد ايقاف. البسيوني ده واخد ايقاف يا شهبان. ما اعرفش والله يا مو. لا ما انا بقول لك اهو واخد ايقاف. ما هو الفضايح طلعت بقى دلوقتي من ساعتين. كل عشان اصلا في 6 حكام كبار، ما فيش حكم كبير عندنا في مصر، بس حكام النخبه يعني اللي هم معروفين اصلا. حكام النخبه مطلعهم مصفرهم بره تونس، وجايب لي وجايب لي طقم ما حدش عارف منه حاجه، وانا والزمالك جادين من التحكيم، وده ماتش من الماتشات اللي هتحدد ترتيب الدوري. جاي تجبرني الساعه 11:30 بالليل تقول لي هو ده اللي عندي؟ لما هو ده اللي عندك انت جاي قبل الماتش بساعتين جبت طقم تحكيم من السعوديه بطياره خاصه، يبقى انت يا اتحاد كره بتهرج. طبعا الرابطه لما شافت ان الموضوع رايح لحيطه سد وان اتحاد الكره بيصدر الرابطه للوش، قال لك لا يا حبيبي بره عني، خد يا حبيبي خطاباتي اللي انا مصدرها لك من 3 ايام عشان ما تفتحش بقك وما تصدرنيش للانديه، لان الاهلي ما بيهرجش. تمام. واكيد خد بالك الخطاب اللي طالع النهارده ده مش طالع كده ناموا صحيوا طلعوه، لا الكلام ده اكيد متقال من امبارح. يا رابطه خد بالك، يا اتحاد خد بالك، الوضع ده لو استمرتوا عليه انا بكره طالع اقول كذا. تمام. وكون ان الاهلي بيطلع ببيان زي ده النهارده الظهر، اذا ده معناه ان قالوا له ايه؟ انت حر واعمل ما بدالك. طب اتصدر اهو. طب الدنيا النهارده كلها وقعت في بعض. طب الموضوع ده هيعدي مرور الكرام عادل؟ لا مش معدي مرور الكرام. تمام. طب انت خدتنا لايه كده الاختيارات اللي قدامنا؟ يا هتحسب الماتش ده هزيمه بعيدا عن التعنت اتحاد الكوره، او ان هو مش متعنت، او ان هو نشف دماغه مع الاهلي. انا هفضل اقولها ان الاسباب دي كلها ما تستدعيش ان الاهلي يقول لك هنسحب. لا هو ما انا جاي لك في الكلام يا صاحبي ان الاهلي شم ريحه وحشه بسبب القرعه ومش عاجباه القرعه، او معنى صح خلينا اقول لك بشكل ادق، يعني الاهلي متعود ان الامور ما بتتمش معاه بالصدفه كده وبظروفها، مش بالعافيه، يبقى عارف كل حاجه وايه والدنيا كلها قدامه ويقدر يختار يعني. فمره واحده لقى نفسه مضطر يلاعب الزمالك. طب ازاي الموضوع جه للاهلي النهارده؟ طب انا عايز احكها في اي حاجه بقى عشان اعمل مشكله اني شامم ريحه وحشه. هو ده الموقف. طيب اما هو الموضوع يستدعي ان اصلا الاهلي ينسحب لمجرد ان مفيش حكام. طب هسالك سؤال عادل، كم مره يا عادل اجي في ماتش بيني وبينك ونطلب حكام اجانب من قبلها بفتره ويتقال لنا لا وهيتلعب بمصري ونلعبه؟ مش حصل ولعبنا واتقال لنا لا ولعبنا؟ صح؟ مش اتقال لنا كذا مره لا وهتتلعب بحكام مصريين ولعبنا انا وانت ما اعترضناش. طب اشمعنى النهارده ضقرت في دماغ الاهلي؟ لان انت زي ما قلت تشم ريحه وحشه، بدليل ان عضو اتحاد مجلس اداره اتحاد الكوره السابق
طلع من ساعتين في فيديو قال لك ماشي يا قطر، قال لك خلصان. الدوري متوجه لبيراميدز رسمي بالادله ومش هتكلم فيها دلوقتي وهتشوفوا، علشان كده الاهلي دار دماغه علشان الريحه الوحشه اللي انت بتقول عليها. طب مين اللي هيحاسب على المشاريب دي؟ احنا دلوقتي قدام حلين مالهمش تالت. لو الماتش ده اتحسب خساره على الاهلي وخصم 6 نقاط، طب الاهلي قال لك انا مش هلعب، اخبطوا دماغتكم في الحيط، حلها بقى يا اتحاد كوره ومنظرك، والبطوله كلها باظت. مع العلم في 11 فريق في الدوري متضامن مع انسحاب الاهلي من الدوري، يعني البطوله كلها باظت. مين اللي هيحاسب على المشاريب؟ حل بقى اتحاد مفيش 11 ولا حاجه يا صاحبي، كل ده كلام برضه مرسل، انا اسف. طب هنشوف ادي الايام دايره وهنشوف. طب الحل التاني ايه؟ ان الماتش هيتعاد بحكام اجانب. ده الحلين الوحيدين للازمه. لكن ان الاهلي هيتسقط عليه 6 نقط وعقوبات والجو ده ادينا مع بعض مش هيحصل. طب ماشي، طب ان افترضنا ان ده ما حصلش، اللي هو يعني افترضنا مثلا ان فعلا كلامك حصل، يعني ان الاهلي مش هيتسقط عليه 6 بونت والكلام ده، الماتش هيتعاد. ما هو ربنا مثلا. لا، ما انت خد بالك، انا هقول نفسه، انا هقول لك كلمه. ما انا هقول لك كلمه. هنا الاهلي الموضوع معاه مش موضوع الزمالك يا شهبندر. لا موضوع الزمالك طبعا. لا خالص. ازاي مش موضوع الزمالك؟ ازاي مش موضوع لا الزمالك؟ موضوع الزمالك طبعا، الزمالك راح، الزمالك داخل في اي طرف. ثانيه يا مصطفى القصه هو هنا الاهلي ما قالكش انا هنسحب من ماتش الزمالك. لا بص انا اقول لك مش موضوع الزمالك في بيانه. ثانيه بس يا مصطفى هنا الاهلي قال لك ايه في بيانه؟ قال لك يا تلعبني الماتش بحكام اجانب، يا تاجله لحد ما تجيب حكام اجانب، يا مش لاعب البطوله كلها. هنا القصه مش في قصه ماتش الزمالك. طيب هو هيصطدم بمين في الاخر؟ الاهلي انا بره البطوله يا عم. هو دلوقتي انت دلوقتي في موقف لازم يجي على طرف من الطرفين. لا مش هي دلوقتي. لو الموضوع وصل لحل ان هو الماتش ده هيتلعب بحكام لا مش هيتلعب، الزمالك هيرفض. لو هو ده الحل الوحيد هيتلعب. لا مش هيتلعب، الزمالك هيرفض ومجلس ادارته هيرفض واحنا كجماهير هنرفض. الزمالك راح فعلا يا محمد يا مو. الزمالك راح يا حبيبي انا الزمالك قدام العالم كله، فالموضوع انا راجل لسه جاي من الاستاد حالا. كان يحصل قبل الماتش. انا مش منتقد وضع الزمالك يا عادل. انا هنا ما بتكلمش في الزمالك. لا ما انا بقول لك يتعاد ازاي، والزمالك راح فعلا النهارده في ميعاد الماتش، الزمالك راح والحكم راح والجماهير راحت والماتش. يا حبيبي انا ما بقولكش ان انت مجبر تلعب، انا ما بقولكش ان انت مجبر تلعب. انا هنا ما بلومكش، انت فريق عادي مالكش فيه، انت ما حدش بلغك بحاجه رسمي، انت انت في الاخر يا مو بس صلى على النبي بس بالراحه. معلش يا مصطفى ثانيه واحده، محمد عبد العزيز بيقول لك مش هيتلعب وباقي الماتشات حكام اجانب ارضاء للاهلي. انا مع الراي ده، بس مش هيتسقط 6 نقط. جدع محمد عبد العزيز، بس مش هيتسقط 6 نقط والماتش ده خساره. ممكن 3 بونت بس. لا يا عادل احنا كزملكاويه بنرفض. انت تمشي. لا عادل ممكن بس تديني فرصتي دقيقتين. معلش يا ممكن اديني فرصتي دقيقتين. اتفضل يا مصطفى. دلوقتي فجأة كده يا جماعة احنا اكتشفنا ان احنا لازم نتكلم بايه، بلغة العقل ضد اتحاد الكورة، اللي هي يعني احنا اتحاد الكورة قد ايه سيء، واللي احنا ياما الناس بتقول لك، ياما الناس كانت بتطالب الزمالك بتقول لك يا جماعة انت فكك من اتحاد الكورة وفكك من مشاكلك وفكك من ايقاف القيد وفكك من الحكام اللي بتنزل تظلمك وفكك من حل المجالس وفكك من اللعيبة اللي بنروح نفوضها وفكك من الجماهير اللي بتمتنع من دخولها ونافس في الملعب. تمام؟ بكل بساطة يا عادل وبكل حيادية، حضرتك ما عملتش كده النهاردة ليه؟ انت كأهلي ما جيتش تلعب الماتش ليه؟ واللي انت بتنصحني بيه بقالك 50 سنة ما عملتوش النهاردة ليه؟ ما هو عادل قال لك يا مصطفى، عادل قال لك الاهلي ضقر النهارده علشان شمه. لا الموضوع مش قصه حلو انا والله لا في ريحه حلوه، في ريحه وحشه حلوه يا مو. ده كويس، ماشي كويس اللي انت بتقوله ده قوي، حلو قوي. انا هرد عليك باللي انت بتقوله. تمام. انت بتتهم ان بقالك مش 50 سنه، بقالك 70 سنه بنظريه مؤامره. انت ليه بتعملها دلوقتي؟ لا مش مؤامره، هو كون ان الاهلي انت بتقول لي ريحه وحشه يا مو حبيبي، انت بتقول لي ريحه وحشه معناها ايه؟ ده عادل اللي متفق، ده عادل اللي قالها معايا. بص يا مصطفى، الاهلي زي ما انا قلت بالظبط، انا قلت نصا ان الاهلي متعود ان مفيش حاجه بتحصل مفاجاه بالنسبه له، فجاه. طيب ده فيب ليه يا عادل؟ في حاجه في دوري في الدنيا ودريان. حلو، في دوري بقى في الدنيا. هو حس ان في حاجه مش كويسه بتدور
لمجرد ان هو اتفاجئ زيه زي الناس. طب يعني ايه حس؟ مش فاهم والله العظيم بس كده، هو مش يعني متعود إيه على حس؟ كده بس. طب في نقطتين في كلمه متعود حس على دي يا عادل. عادل يا حبيبي، في إيه؟ نقطتين في كلمه حس. حس دي معناها في حاجه مؤكده حاصله. لا طب هو انا دلوقتي حس كنادي اهلي، هو انا لمجرد ان هو ما حدش شاوره، يعني هو طب اتفرض عليه زيه زي بقيه الانديه. حلو. الأهلي مش يعني انا متعود على دلوقتي كده. كنادي اهلي بتبع زي اي فرقه في جهه اعلى مني اللي هي جهه اتحاد الكوره وبعد كده وزاره الرياضه وهكذا، زي اي نادي. تمام. بص هقول أنا لك معلومه يا مصطفى. فكره ان انا حسيت، طب بالله عليك يا مو بس والله سيبك تكمل. لا يا حبيبي فكره اتفضل. ان انا حسيت دلوقتي، اذا ان انت يا اهلي لما بتحس ان انت بتتظلم، ولما بتحس يا عم بفرض ان انت مظلوم، ولما بتحس ان انت بتاخد رد فعلك، الاتهامات اللي انت بتتهمها لي بقالك 50 سنه انت نفسك بتعملها دلوقتي لما بتحس بس ان انت اتظلمت. لما بتحس انت مفيش حاجه تحت ايدك، ومع ذلك قسما بالله العظيم ثلاثه الاهلي السنه دي محسوب له ماتشات اكتر من بيراميدز، والاهلي بيراميدز اسمه ايه ده، الزمالك اكتر الفرق الثلاثه مظلومين. يا ليه بيراميدز يا ليه الاهلي اكتر معانا الفرق. وقائع ومعانا دليل، يعني احنا ايوه اكتر الفرق اللي استفادت من التحكيم هي الاهلي. مثال بص يا مصطفى، انا وانت كاهلي وزمالك، انا وانت بنتجامل تحكيميا، جميل؟ انت تمام. ماتش وانا ماتش، وماشيه واحده واحده لو بتحصل. لا 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 ما بيحصلش الكلام لا، ده. ثانيه بس بعد اذنك اكمل. ما بيحصلش. طب اكمل وجهه نظري. اكمل وجهه نظري. لما يجي دلوقتي واحد طالع ابن امبارح علينا واخدها بقى عافيه ودراع وماشي دب 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 بقى وبتهددني باستثمار وبهباب. طب وانت واخدها ايه يا مو؟ وانت واخدها ايه؟ بص يا جماعه لو عايز رايحه أقول بيني حاجة وبينك، يا يا مصطفى، سيدي انا مش عايزه تروح بيني وبينك، انا عايز عايز قانون يمشي عليا وعليك، انا مش ما عايز هو اروح بيني دلوقتي وبينك. ما هو دلوقتي القانون ما مشيش عليا وعليك، القانون ماشي. كده بقى موجه في اتجاه واحد بس، يا لا ليا مو. ولا ليك والواحد. يا مو، يعني لا انت لا دلوقتي لسه ما افتكرت توجهش. انت دلوقتي بص يا مو عايز يا اقول لك عادل. حاجه. كلامك ده يتقال في حاله واحده بس، لو كنت طلع قرار بكره بيعطل الماتش مثلا. وبعدين يبقى يا فعلاً عادل كده هو دلوقتي لا لوائح ولا بعد بتنجان. دلوقتي ما حس ان هو اتظلم بيفتكر ان احنا اخوات. لا أمال هو مش إيه؟ انت لحد أنا عايز أقول سيدي حاجة ما يا انا بتكلم جماعة. بقالي 50 سنه من هو نفس اتحاد يا الكوره. مصطفى انت مش لحد قبل الماتش سامعني؟ ب4 ايام ميدو طالع وبيانات من النادي الزمالك، التحكيم المصري وسوق التحكيم المصري. عشان انا بتظلم فعلا. طيب أنا فعلاً الاهلي بتظلم. ظهر بقى، انا مش عايزين مش عايز في ماتش وماتشك تحكيم مصري، عايزين اجنبي بقى. دلوقتي راح النادي الزمالك من نص ساعه طلع بيان ان التحكيم المصري ده عادل وكويس وعليه كحك بسكر. لا ما قالش عادل وكويس، هو الزمالك قال انا ملتزم باللي قال عليه اتحاد الكره والرابطه. واتحاد الكره دلوقتي هو اللي وصلنا للنقطه طب حلو دي. حلو انت ده كلام اتحاد جميل قوي. الكوره، انت اتحاد انت الكوره جبت لي كراجل، حكام، انت مش جبت لي يا اتحاد الكوره، انت مش جبت لي حكام اجانب بقول لك يا مو، بقول لك ايه، انت فين اكتر من واحد 9؟ اكتر واحد بيعمل الاساليب دي يا مو هو الاهلي. اكتر واحد بيلعب على حته ان انا اتشعبط في اللي هو الاهلي. ده شغل الاهلي اصلا. يا احنا مصطفى، متعلمينه من الاهلي. يا مصطفى هو مش في دلوقتي طقم تحكيم سعودي جه في قبل الماتش بساعتين اتحرك؟ طب في سؤال بس يا طب مو انت بالله عليك. اتحاد كوره بعد تجيبه دلوقتي ليه؟ بعد يا سيدي- تجيبه دلوقتي ليه؟ يا سيدي ما انا دلوقتي بقالنا 4 أيام دلوقتي بنحكي الكورة يا فيه. مو. نعم اتحاد حلو الكورة. بالراحه بس. انا دلوقتي الموضوع راجل كده ياما اتحاد الكورة، اتظلمت من وزير النقطه الرياضة. ديت. وزير انا الرياضه دلوقتي تمام، انا دلوقتي راجل ياما اتظلمت من النقطه وزير ديت. الرياضه السعودي اشرف صبحي. بالظبط كده. طب ما هو في حل اهو يا ساده، يا ساده في حل. ما هو ده اسمه تدخل حكومي يا صاحبي. ما هو ده في التدخل، مصيبة. ما هو التدخل الحكومي ده لما حصل انت يا هاني يا ابو ريده وصلت كده ليه؟ وصلتنا كلنا للعجن طب ده بقول لك ليه؟ ايه، يا مو، طب ما تجيب لي كده السنه اللي فاتت قول لي كده الاهلي لما الزمالك طلب ان هو يلعب ماتشات المؤجله، يا جماعه احنا مش لاعبين غير لما الاهلي يلعب ماتشات المؤجله. ما طلعتش انتوا كاهلاويه قلتوا الكلام ده ليه؟ ما طلعتش قلت احنا اخوات يا ليه؟ جماعه انا ممكن لا انا ما بقولكش قصه احنا اخوات يا مصطفى، أنا انا بقول لك انا إيه؟ بتكلم من ما هو يا الاساس. مو انت دلوقتي لما انت تيجي تتاذى بتفتكر ان احنا اخوات، يا وبتفتكر ان مصطفى، المفروض يا اللوائح مصطفى. واتحاد الكوره وحش. يا مصطفى انا ما بتكلمش، خد بالك دلوقتي انا مش مدخلك طرف إيه؟ معايا خالص. ما هو انا قصتي طرف دلوقتي، يا انا مو يا قصتي حبيبي، مع انا اتحاد اوريدي طرف. الكوره. انا اوريدي طرف يا حبيبي، انا كده طرف. انت طرف مستفيد ليس الا، لكن ان انا مدخلك معايا في جمله مفيده دلوقتي في العركه الدايره دي خالص، مش انت. تمام. ما هو معنى طب فاهمني؟ ان الكلام يتقال يا مو ان الزمالك ازاي اللي بيدعي المظلوميه واللي بيدعي ان الحكام ضده. لا يا ليه عم عايز ماليش حكام انا في مصريين؟ القصه دي. انا مش عايز حكام مصريين اصلا. انا ما بالظبط. كنتش تعالى عارف. عادل. أنا واقف أتفرج عادل على انا الخناقة. عايز اضيف تعالى على كلامك يا عادل. عادل كمان حاجه، عايز اضيف على انا واقف كلامك اتفرج على الخناقه بس. انا اولا مش عايز حكام مصريين، ثانيا ارجوك يا اهلي اطلع للفيفا، ارجوك وحياه خد امك بالك. روح الفيفا.
خد بالك ما ده التصعيد اللي هيشتغل. يا ريت الموضوع يا ده عم، مش احنا هيسكت على كزملكاويه كده وراك. انت اطلع للفيفا واحنا وراك. يا باشا. الموضوع ما انا بقول لك يا مصطفى، الموضوع مش هيقف لكده يا حبيبي. احنا عايزين حد ماشي، يعرف اصلا نصيبتنا يا مو، يعني بس لو الاهلي خليه يجي هو يشوف اللي اللي هيوصل بيحصل. ما هو خليه ده يجي يشوف اللي بيحصل يا ما هو للعالم جمهور. الموضوع والناس ده تركز معانا، احنا موافقين. الموضوع ده لو ما تلمش صدقني يا عادل، اللي شغال دلوقتي ان الاهلي النهارده اتواصل مع مستشارين قانونيين في الموضوع ده ومرتب ورقه. الاهلي مش هيصعد كده ورق ايه ببلاش. طيب؟ الاهلي ما ورق ايه طيب؟ بيحبش يا عادل. هل مثلا حصلت قبل كده يا مو ان فريق انسحب من ماتش لانه عايز حكام اجانب قبلها بيوم؟ يا حبيبي ده مش منسحب من الماتش. يا الاهلي مش جماعه منسحب من الماتش. الاهلي امال ايه؟ لو ما كانش لعب الماتش ده باجانب هو سايب البطوله كلها. يا جماعه يا سيدي ما يسيب البطوله كلها، اهلا وسهلا. اما هو ما انا بقول لك اهو، مفيش اي مشكله. مش فارق طب بس لي انا البطوله، هسالك سؤال واحد يا بس مو مش بالله عليك. نكمل في المسرحيه. انت شكلك راجل اهلاوي يعني فاهم، بنتكلم طيب دلوقتي بس هو في سؤال. قول يا حبيبي. انت تحت اي ظروف ليه انت بتتكلم ان دايما انا عندي نظريه مؤامره؟ لا خالص، انا حضرتك بالنسبه لي إيه؟ لا يعني انا بتظلم؟ يا حبيبي. انا ما بتبناش نظريه المؤامره عن نفسي، وعادل عارفني يا مصطفى. طب يا جماعه بلاش الكلام يعني معلش يا مو، معلش استحملني والله. يا حبيبي لا يا جماعه براحتك، مش نتكلم معايا دلوقتي براحتك. الكلام للاهلاويه عموما. انت دلوقتي يا اهلاويه اللي بيسمعونا دلوقتي، حضرتك ليه ما نحيتش كل ده جانبا ورحت لعبت الماتش النهارده؟ لان انت النادي الاهلي الجامد جدا، ما عملتش كده يا ليه؟ جماعه انتوا بتتكلموا كأن الاهلي لو لان سمحت الموضوع اكبر لان من الماتش الاهلي يا الموضوع هو مصطفى. معلش التحكيم. نسمع القطع الموضوع عشان الراجل عايز اكبر من يتكلم برضه. يا الماتش يا جماعه مصطفى. يا جماعه لو الراجل عايز سمحتوا يتكلم برضه يا جدعان، نسمعه برضه. ماشي اتفضل. معلش نسمع بعض. اتفضل. الناس بتتكلم وكانها متخيله ان الموضوع ده بسبب التحكيم او بسبب الاهلي كان عايز حكام اجانب. انا مش مقتنع، انا مش مقتنع خالص. الموضوع اكبر من كده، واللي هيحصل بعد كده اصعب من اللي حصل. الناس بتتكلم كأن الاهلي انسحب النهارده لان اتحاد الكوره ما جابش حكام لا الاهلي اجانب. خدها سريعه، بس ما انا قلت لا، في في اسباب. حاجه خلت الاهلي يعمل التصرف ده، لان أيوة، الاهلي هيعمل معبد في على الضغط صدام. اللي فيه. كنا لسه بنحكي يا قطري في القصه دي والله. الناس هو- بتثبت الموضوع. يا جماعه الاهلي انسحب من الدوري. يعني أيوة الاهلي يا المفروض قطري، هو ده يطبق الكلام اللي انا عليه. بقوله. ادوني فرصه القصة بس يا في حاجة جماعه. من ورا الستارة. يعني الاهلي المفروض الاهلي ما انسحبش ماتش الزمالك. الاهلي كلامه لا. واضح. الاهلي ما عادش الاهلي لاعب. دوري. الاهلي مش انسحب هيلعب من دوري. الدوري ومش هينفع يرجع لانه خسر الدوري. يعني هو عارف هو بيعمل ايه. هو انسحب من ماتش بيراميدز وهو بينافس، من ماتش الزمالك وهو بينافس. يعني هو انسحب من الدوري وخسر نفسه الدوري. مش انسحب من ماتش الزمالك. احتمال هو كمان انسحب. خسر نفسه المركز الثاني يا قطري. ما هو ده اللي انا وخسر عايز نفسه اقوله. المركز لا، ما الثاني. هو دلوقتي في 6 اذا نقط الاهلي بيعلن انه احنا انسحب هنلعب من افريقيا كده. الدوري. لا بص يا لا عادل. قطري لو قطري بنظام النقط، لو بنظام النقط بص يا صاحبي. ولو خصم 6 نقط الماتش بستة بونت زي ما مصطفى الزمالك بيقول مش لك. الثاني برضه. وثلاثه بقوا 9. ماشي، ما في دوري هيتكمل وانت براه. انا كده هلعب والثلاثه انا. دوري يا هيكمل خلاص يا والاهلي باشا، براه. حلال عليك. انا لو بس سبت لك عشان الدوري حلال عليك. مفيش اي مشكله. انا عايز بس اتكلم في نقطه يا قطري بالله عليك. لا فيش. ده احنا كده بنتكلم انا بتكلم دلوقتي فير. قسما بالله ما في حد في البلد دي يقدر ينزل اهلي او زمالك درجه ثانيه. يا سيدي احنا مش عايزين حاجة درجه. اسمها كده. عايزك تطبق عليه اللائحه بس. ما حدش هيقدر. ما هو اللائحه ايه؟ اللائحه ايه؟ محدش يقدر لو يا عم طبق عليه اللائحه اللائحة اللي هو ينزل درجة تانية. بتاعت 6 بونت. طبق عليه اللائحه لا بتاعت 6 بونت. الاهلي هيكمل. الاهلي هيكمل. يكمل ويتخصم منه الاهلي 6 بونت. هيكمل. تكمل ويتخصم منه 6 بونت. لا يا جماعه هيكمل. يا عادل أنا عادل، أهو مين وأنت أهو. اكتر فرقه في العالم اللائحه اتظبطت لها يا وخلتنا باشا اللائحه طبعا سيبك من عشانها؟ الموضوع ده. انا بتكلم على الموقف الحالي كراجل بحياد، مش كاني اهلاوي. ما هي عشان الاسباب بس دي يا نطلع قطري. بص ماشي. الراجل اللي بيتكلم بقى نتخرج مصطفى من انتماءاتنا عشان نشوف المشكله اللي فيها الكوره المصريه عامله ازاي. يا حالياً. قطري يا قطري، مشكله الاهلي كبيره جدا. الاهلي مش هيكمل الدوري بخصم 6 بونت يا قطري. الاهلي مش هيكمل الدوري اصلا بالوضع ده. ايوه دي نقطه. الاهلي تاني واخد نقطة. قرار. تاني نقطه، عادل. الاهلي دقرته بالمنظر ده مش عشان قصه حكام اجانب ولا ماتش. في حاجه من ورا الستار، في صدام. مفيش. ايوه ايه هي بقى؟ في هو ده صدام السجن. هيوضع. مؤامره يا مو. لا لا انا قلت بالظبط. بص في خلينا حاجه. نقول لا مش شرط يكون في مؤامرة. حاجه واضحه. طب ايه هي الحاجه الواضحه؟ ايه هي الحاجه الواضحه؟ محكومه بينهم وبين بعض احنا ما نعرفهاش. طب ايه هي الحاجه الواضحه يا شباب؟ طيب الحاجه الواضحه من وجهه نظري انا ان ده اول اصطدام لهنا بوريده، ومش عايز يتلوي فيه دراعه واخبطوا دماغكم في الحيط. طب انا اقول لا. لحضرتك على حاجه. موقف ده برضه ما كانش بالله يستاهل عليكم يا جماعه خلينا نرد معلش. اللي بين أنت ليه- الخطيب وبين هنا ثاني بس، مريده ما عجبتش انت ليه عايز مريدة. تبقى اقوى من اتحاد الكوره؟ انت يا مش برضه شايف احنا بقيه بنتكلم. الانديه؟ انا عايز اتكلم. انا داخل عشان اكلمكم بس في حاجه واحده. ممدوح عباس يا مصطفى الموضوع لسه من أكبر كام حالياً. يوم
الموضوع كبير قوي يا جماعه. الموضوع لسه من أكبر. كام يوم يا جماعه الموضوع مش ممدوح كبير، عباس. الموضوع الاهلي عايز يبقى اقوى من اتحاد الكوره ليه؟ يا باشا الموضوع كبير. كبير ازاي بقى؟ فهمني تخيل كبير ان ازاي؟ الاهلي ما لعبش الماتش بتاع بيراميدز. نعم. يعني تخيل انت بقى، طلع نفسك من ان انت زملكاوي ومن ان انا اهلاوي، تمام. ونتخيل مع بعض ان الاهلي عارف يا ماتش قطري؟ بيراميدز ما لعبوش. عارف يا ايه قطري؟ اللي هيحصل؟ اقول لك حاجه صغيره. انت يا مصطفى، السنة اللي انت فاتت يا لما انا مصطفى. انسحبت، السنه اللي فاتت لما انا انسحبت، انت عارف ايه اللي تم؟ الزمالك ما الزمالك ما كملش. كانش يلعب الماتشات اللي بعديها، ما وربنا كملش يا عادل. المجلس كله كان هيمشي. بس الزمالك ما لو كانش ما لعبش بينافس. بعديها المجلس كله كان هيمشي. سيبك من بينافس ولا طيب مش انا اقول لك بينافس. بقى، تخيلوا بقى بتتكلم نتخيل على كونسيبت مع هنا بعض قطري كده. مش منافسة. طبعا احنا عارفين الكلام ده مش هيحصل في الاهلي. احنا نتكلم بالمنطق. نخليها مع بعض كده. الاهلي ما لعبش الماتش الجاي. يعني اللائحه بتقول اقول ايه؟ لك ايه، ثواني بس يا جدعان، ثواني بس يا جدعان. واحد اسمه بهاء الشربيني بيقول الخطيب اتصل بابو ريده، وابو ريده قال له انا مشغول دلوقتي، ومدير التنفيذي للاهلي قال كده. الكلام ده انا قايله من نص ساعه، قلت ممكن يكون ابو ريده، لما انا حقيقي. بحكي ان ابو ريده راجل عنده حيثيه، قلت نصا ان ابو ريده ممكن جايز جدا يقول للخطيب ايه يا عم باسم، انا مش فاضي دلوقتي. اوكي، اهو الكلام طلع صح، لان ابو ريده فعلا حاسس بقيمته، حاسس ان هو برده يعني انا راجل جامد، انا مش جمال علام. بس كملوا كلامكم. تمام، الكلام ده كله جميل. طب يا جماعه بعد بقت اذنكم بقى راس كل واحد ومين فينا اللي- يطلع ومين اللي يتجرد ينفع- ومين اللي هينفع انتمائه التاني دلوقتي ويقول لي عادي. الحل اذا الاهلي كمل منسحب. يعني كمل الماتش الجاي وما لعبش. خلاص بقى لو انت الدوري عادل. ما اعتقدش لو انا وصلت بعتقد جدا لو وصلت لكده والاهلي ما لعبش الماتش الجاي هيلعب. هيلعب مش وعقوبات هيلعب. الدوري مش هيتلغي. هيلعب صدقني. الدوري هيتلغي. هيلعب هيلعب، بالناشئين ما ممكن يا ينفعش. قطري. ها؟ هيلعب بالناشئين ممكن. لا يا عادل. حتى لو لعب بالناشئين، حتى لو تنازل ولعب بالناشئين يا عادل. الجمهور مش هيرحمه. انت عارف ليه يا عادل؟ الاهلي يا عادل، لان ده معناه ان انت الأهلي مش بتتنازل على حمل- افريقيا السنه الجايه. مجلس اداره الاهلي مش حمل جمهوره، صدقني عادل. يا جماعه برضه لا، ده معناها ان انت هتتنازل على افريقيا السنه الجايه. الموضوع كبير جدا. الاهلي ما دام خد الخطوه دي، يا اكيد في حاجه احنا ما نعرفهاش، في حاجه كبيره. حلو بص، حلو هو الكلام ده، الحكام. حلو الكلام ده. الاهلي لا هو دلوقتي- صدام يا كام؟ محمود لفرض القوه. دلوقتي يا عادل انا عايز اسال سؤال دلوقتي. لو انا رفضت ان انا العب كاهلي، انا عايز حل مجلس الاداره يا باشا زي ما بيحصل معايا. معلش واحنا بقى بنتكلم. ايوه، هو بعد ما تحل عايز اللي بيحصل معايا يحصل مع غيري. نعم. ايه لا، بعد حلوا مجلس اداره الموضوع اللي هو ما بقولكش ان هم يحلوا مجلس اداره الاهلي، حلوه. تمام. بس اللائحه علي والله في ناس اللائحة. حقيقي الناس اللي اللائحة على فكره بتاعت- عايز اقول حاجه بس صغيره يا جدعان. انا والله العظيم بفتخر ان اللايف بتاعي معظمه ناس بتفهم، حتى الكومنتات الناس مشاركه معانا، وتحس ان الناس برضو يعني ايه عماله تستنتج حاجات فعلا، حاجات منطقيه وواقعيه في معانا هنا. يعني انا بقول معلش يا جدعان بقاطعكم بس انا اسف. خطاط السويدي كون الخطيب اتصل بابو ريده، ده معناه انه مهزوز. الناس ما شاء الله برضو يعني. كملوا. انا بقول لك لا بقى، ومش أنا شرط بقول لك يبقى بقى مهزوز، القرار بتاع اللي ده- هو ايه القرار ده وممكن القرار يبقى ده الكلام برضه وراحة. عادل ان هو ايه، انا كده خبطت على باب كل واحد وخلصت، عملت اللي عليا، دي وارد برضه. جايز جدا برضو، مش جايز شرط انه جدا. مهزوز. هقول لك جايز حاجه جدا. عادل، دقره الخطيب الدقره دي استحاله يخبط البيان ده بالدقره دي الا هو واقف على ارض صلبه واخد ضوء اخضر. وبعدين يا عادل لاحظ انه كمل. عشان إن حتى لما بس الوزير نبقى كان- مش شرط يكون ضوء اخضر يا كمل. قطر، انت مش شرط يكون ضوء اخضر، بس شرط واقف يكون- على ارض ثابته. ممكن لا، يكون في برضه حاجة. دخل العركه وبيعمل كل اساليب، بيعمل كل حاجه بقى في العركه دي. حتى يا ريس، تخلص حتى يا عليها الله عادل، أعلم. عادل هو حتى يا عادل عادل العركة في وصعب. الساعتين اللي الخطيب قبل مش غشيم الماتش عادل، ما الخطيب ترجعش. مش خلينا غشيم، عادل. الخطيب مش غشيم بس غشيم لا. بس واقف على ارض ثابته قوي. ايه بقى الارض دي؟ ما هو انا برضه انا كمحمود طريق الارض هقول لك الارض دي ايه، ان اتحاد الكره كمان لو الموضوع مش في صالح الاهلي ما كانش الرابطه سلمت وقفت يعني طلعت الخطابات اللي تثبت حسن نيتها وانا براء اهو. القصه في اتحاد الكره، يبقى القصه هنا ايه، سوء اداره من اتحاد الكره، يبقى ايوه بالسلامه. برضه ده نفس السؤال اللي كل ده على فكره، كل ده على فكره ما مش معناه ان الاهلي صح او اتحاد الكره غلط. كل ده مواضيع نتكلم فيها. انا بكلمك في الوضع الحالي بعد ما الاهلي انسحب واعلن وانسحب من بطوله بينافس فيها وخسرها قصد عامد متعمد. يعني انا سبت ماتش بيراميدز وانا ماتش الزمالك هيخسرني 6 بونت ويبعدني عن المنافسه وانا قاصد. يعني معناها ان انا مصر ان انا اكمل اكمل في الانسحاب من الدوري. شكرا مش اللي أنا خلاص، ماتش الأهلي. افرحوا بالدوري، افرحوا بالدوري. طيب بص لا، وبعد ما يفرحوا بالدوري عادل، أنا هل لحد انا دلوقتي كملت؟ لحد أنا دلوقتي كأهلي عايز اسال كملت. برضو، عايز اسالك يا موسى سؤال وقدر سؤال. ايه هي الريحه الوحشه؟
لا انا ما قلتش ريحه وحشه، لا هي انا ما قلتش ريحه وحشه. ايه هي الريحه، ايه هي الحاجه اللي مش مظبوطه اللي حصلت؟ انا ما قلتش ان في ريحه والله وحشه. العظيم ثلاثه بنبسط ان الحمد لله الناس اللي معانا انا في والله اللايف ما كلها ما قلتش في ريحه وحشه، انا بقول في حاجه كبيره، يا في حاجه كبيره ومش طب في ايه هي الحاجه التواليف. الكبيره اللي يا في دماغك؟ مصطفى. تطلع عبيط اللي عايز تطلع نطلعك مصطفى. حاجه والله ما اعرف، الريحه انا والله الوحشه ما اعرف، الحاجه اللي في بس انا الكواليس. مش مقتنع ان هي مجرد حكام اجانب. لا ليه؟ لا اللي عارفه مقتنع. هتبان امتى؟ خليك عبيط. الكلام ده هيبان امتى يا مصطفى؟ اه قصه ريحه وحشه ولا في حاجه في الكواليس دي تمام. دي حاجات خلاص هتتفضح في خلال يومين ثلاثه. قصه ان تمام. احنا قاعدين بنتفرج بقى ايه؟ يعني الريحه الوحشه المقصوده دي ان بيراميدز ياخد الدوري؟ ما ياخد الدوري على فكره، الموضوع يعني هو مش ياخد كده. الدوري ولا غيره ياخد على الدوري؟ فكره يعني أنا على هعرف فكره الموضوع مش أنت. كده، هو مين الفرق بين الاهلي وبيراميدز 3 بونت. يا سيدي ماشي، انا ما بتكلمش على كده، ما هو الاهلاويه وحتى لو بيراميدز خد الدوري ما ياخد الجماعه بتوع الدوري. الاهلي يعني بيقول لك والله ان في الموضوع حاجه اكبر مش من كده. مظبوطه وان في حاجه رايحه سكه بيراميدز ان بيراميدز ياخد الدوري. بص ياخد موافق على الدوري. الكلام ده؟ بص يا مصطفى، بص يا مصطفى، الموضوع انا شايف قبل ما انا انت شايف تطلع، ان الاهلي بيهد المعنى، بعد بيبوظ المسابقه. بعد اذنك يا قطري، طب قبل انت ما دلوقتي تطلع كاهلي، مصطفى، انت دلوقتي كاهلي عايز تثبت ان انت اقوى من اتحاد الكوره؟ ما اعرفش، طبعا انا عايز اسال سؤال حد يجاوبني عليه. طيب انا عايز افهم. هقول لك هجاوبك انا يا مصطفى. انا عايز حد يجاوبني على السؤال، يا اما ريحه وحشه يا اما انت عايز تثبت ان انت أنا كاهلي. هجاوبك يا مصطفى. ولا بنتكلم أنا هجاوبك يا مصطفى. اتفضل جاوبني. الاهلي والزمالك اقوى من اتحاد الكوره. ثواني يا إيه؟ قطري، لا ما تجيبنيش في جمله مفيده. انا هجاوبك. لا ما تجيبليش في جمله مفيده. انا ياما اتظلمت واتحاد الكوره هو اللي ظلمني. ما تجيبليش في مصطفى. جمله مفيده لما يا تتزنق. ريس هو دي وجهه نظرك، احنا لا، بنتكلم لا، برضه. ثواني يا قطري، انا عايز اجاوبه يا قطري، بمنتهى الموضوعيه. انا عايز اجاوبه يا قطري. الاهلي والزمالك اقوى من اتحاد الكوره. الاهلي والزمالك، بص اقول لك على حاجه، بقول لك مصر المقصه. الزمالك عمره ما حب يعمل راجل على اتحاد الكوره. يا عم طب انا بقول لك يا اهو. لا لا قطري، لا يا لا، قطري. الكلام ده ما- الزمالك زي اي نادي ماشي تحت احترامي لوجهة اتحاد الكوره نظرك. وبيحترمها. يا عادي. مصطفى، مع احترامي لوجهه نظرك، اي نادي في مصر اقوى من اتحاد الكوره. يا قطري اي بعد نادي في اذنك مصر انا لا، عايز ما حصلش الكلام ده، ما حصلش. ثانية يا بس باشا قطري، ثواني. نادي الزمالك كان عامل مؤتمر صحفي يشتم حكام اتحاد الكوره. يا قطري بعد اذنك بس. ايه اللي ما فيش الكلام في الآخر ده؟ يا القرارات قطري اللي دقيقة بتتاخد بس يا قطري. نادي الزمالك طب ازاي يعني وفي الآخر القرارات اللي بتتاخد في صالح بتحصل الزمالك؟ في الدنيا. يا حاج قطري، القرارات اللي اتفضل. بتتاخد بس- اخرها ايه؟ اديني المايك مع مصطفى دقيقة. اتفضل يا باشا اتفضل. بص يا مصطفى، انت سألت سؤال مهم جدا. الاهلي عايز هل الاهلي اقوى من اتحاد الكوره؟ الاهلي اقوى من اتحاد الكوره باللوائح. باللوائح ازاي؟ اللي بيني وبينك ورق، انت في اول اي مسابقه بتحطها قبلها بتحط لي لوائح بنمضي عليها كل الفرق. تعالى بعد كده تبتدي المسابقه اللي بيني وبينك لوائح، انا ماشي معاك باللوائح يا عم. انت جيت غفلت. هو في اللائحه موجود فيها ان الماتش الاهلي والزمالك بحكام اجانب. ما هو ثانيه بقى، ثانيه بقى بعد اذنك، ما انا بقول لك اهو. لا ما هم دول المشكلتين دول هم محور الخلاف يا ما صديقي. هو انا من حقي اطلب حكام اجانب. انا من طبقا للائحه حقي اطلب حكام اجانب، وطبقا للائحه طلبت، وطبقا اتحاد الكوره ما يجيبش حكام اجانب. يا باشا انا ما بطلبش من الاتحاد، انا بطلب من الرابطه. والرابطه مش الاتحاد لوحده. هي الاتحاد والرابطه واحد. لا الرابطه الاثنين مع بعض. لا الاتحاد والرابطه مش مع بعض. اعتبر ان هم مع بعض. لا بدليل ان الرابطه طلعت قالت للاتحاد النهارده بلح بره عني، انا مخاطبك. سيدي بصرف النظر عن الجهه المنوطه دي مش هتفرق معانا في حاجه. بصرف النظر انا بيني وبينك يا اتحاد لائحه. انت جيت غفلتني من 5 ايام وعملت لي قرعه على الساعه 5 الفجر مع العفاريت، ما كانش في مناديب. طب بقول لك ايه، القرعه اللي اتعملت ديت كان فيها الزمالك؟ يا باشا القرعه دي اتعملت سوري، والاهلي والزمالك عارفين من قبل القرعه دي ان هم اول ماتش في الدور الثاني. عرفوا ماشي. قبلها بساعه بس صح. طب فين برضو المشكله؟ المشكله تعالى دلوقتي يا عم، انا طلبت منك من 3 ايام حكام اجانب، ما جبتليش ليه وتشيل نفسك من الحرج؟ بص يا جماعه معلش في نقطه صغيره. انا سمعت حد كان بيشرح فكره ان ليه الماتش قرروا يلعبوه بدري كده وفي رمضان والكلام ده بسبب دقيقه الاعلانات. متخيل؟ وايوه وارد. ان اسعار الاعلانات في الوقت ده غاليه جدا، 5 ايوه الاعلانات والمعلنين كله ده، خد بالك ده بند فعلا. والله العظيم اسباب تسويقيه. الكلام ده حقيقي يا عادل. او ربنا. فالاهلي انا بقول لك الاهلي دايما انا عندي راي. طب في سؤال يا عادل، مفيش حاجه بيتفاجئ بيها، معنى ان هو يتفاجئ كده في مشكله. فالاهلي حس ان في مشكله. انت عارف
ومن الاخر يعني اذبح لكم القطه بدري بدري وانت لسه في اول ايامك يا هنا ابو ريده، فاعمل ايه؟ ابتدي اللهجه معاك تتغير، فاللهجه دي لما تقبلها هنا ابو ريده فنشف دماغه. عادل، انت عارف خسائر الاعلانات النهارده في الماتش اللي ما اتلعبش ده كام مليون على اون سبورت؟ 100 مليون جنيه مبدئيا، 100 مليون. بسم الله الرحمن الرحيم في ماتش النهارده اللي ما اتلعبش. بالاستوديوهات باللي كان هيحصل خلال يومين، طبعا يوم الماتش واليوم اللي بعديه يموت والكلام ده والبرامج والكلام ده، واسعار الاعلانات 300 مليون. ده الماتش بس النهارده 100 مليون خسائر النهارده بس. طب انا عايز بس في سؤال، برضه في سؤال، يعني دلوقتي ايه هي لما في قرعه تتلعب وتلعب الزمالك مع الاهلي وبعدها بشهر ماتش بيراميدز، فين الطبخه في كده؟ ما انا هقول لك يا مصطفى حاجه واحده بس يا مصطفى، السنه اللي فاتت لما الزمالك قال لك انا هنسحب من الدوري كله، والله العظيم ثلاثه اتقال لي حسين لبيب نصا كده انت هتخسرنا 600 مليون انسحابك ده، وحصل وش كده. طيب ماشي تمام. طب انا عايز اعرف برضو لما الزمالك يلعب الاهلي في اول، يعني بصرف النظر عن ان القرعه متطبخه وغيره، ايه هي الحاجه اللي عند الاهلي اللي هو كده كده مش فارق معاه، هو كده كده مكمل في انتصاراته والحاجات اللي احنا بنسمعها، انت فارقه معاك في ايه ان انت تلعب في الاول الدوري ولا اخر الدوري؟ لما انت اللي انت بتطالبني بيه بقالك 20 سنه ما عملتوش ليه؟ الاهلي ما اعترضش يا مصطفى ان انا وانت هنلعب اول ماتش في الدور الثاني على الحكام بالظبط. هو لان هو مبلغ، هو ده مش ماتش الزمالك؟ حكام هو مش ده ماتش الزمالك يا باشا؟ حقك وحق ان احنا نطلب حكام اجانب. تمام. وفي الاخر اللي بيقرر اللائحه، اللي بيقرر ايه؟ ده اللي بيوافق على الكلام دوت الرابطه، لان هي المنظمه للمسابقه. حلو الكلام. والرابطه قالت لك بحكام مصريين؟ لا، الرابطه يا باشا قالت لك بحكام اجانب، وخطبت الاتحاد بحكام اجانب فعلا على 3 ماتشات. انت كاهلي هو ما عرفش يجيب حكام اجانب؟ ما لعبش؟ لا مش ما عرفش، ما يجيش يفاجئني الساعه 11:30 بالليل بقى. 11:30 بالليل فين؟ امبارح يا باشا طقم التحكيم نزل 11:30 بالليل. 11:30 وانت هو الحكم هينزل يلعب معاك؟ لما تلعب 11:30 ولا 1 الظهر انت ايه مشكلتك؟ لا هو انا بقول لك، انا هقول لك على حاجه، انا في مجلس محلول لي بسبب كيس زي ديت في 96 يا عادل، في 96 مجلس اتحل لي بسبب ان في انا لحد اخر دقيقه ما اعرفش مين اللي هيحكم، جمال الغندور ولا يا مصطفى. يا مصطفى الدوري اللي فات واللي قبله واخد بالك في ماتش اتلعب بحكام مصريين وكان مطلوب فيه حكام اجانب من قبلها بفتره، واتقال لا ثقه في الحكام المصريين من قبلها بكذا يوم، عادي جدا. فعلا مقتنعين الموضوع بسبب الحكام، ولعبنا بحكام مصريين مقتنعين فعلا بجد ان الموضوع ده بسبب الحكام. الموضوع مش حكام، ما هي القصه اللي بقول لك عليه. الاهلي عايز الاهلي عايز يمشي كلمته في الاخر. انت حضرتك بتقول ان الاهلي عايز يمشي كلمته. دي وجهه نظر. ايوه ماشي، الاهلي عايز. ايه المشكله ان انا امشي كلمتي باللوائح؟ هيمشي كلمته على مين بقى؟ دي اللوائح ايه؟ فين اللوائح في كده؟ اللوائح ما قالتش ان انت تلعب بحكام اجانب. بتقول ان الزاما عليا كرابطه او اتحاد ان انا العب ماتش الديربي العب بحكام اجانب طالما انت لان في اللائحه بيقول لك من حق النادي اللي هيلعب يطلب حكام اجانب لنفسه، حقك. قبل 14 يوم من الماتش. حلو، انت عملت لي القرعه قبل الماتش ب 14 يوم؟ لا، طب ما الاهلي ما طلبش. بص ثواني بس يا صاحبي، القرعه اتعملت امتى؟ يوم الخميس ولا يوم الجمعه؟ يوم الخميس. يوم الخميس. الاهلي ما طلبش الجمعه، ما طلبش السبت. لا الاهلي طلب يوم 9. الاهلي طلب يوم 9 قبل الماتش ب3 ايام اهو. لا ما طلبش. طلب يا باشا التواصل. يا عادل هي مش مشكله تحكيم يا عادل، بالله العظيم 3 والله ما مشكله تحكيم. انا هعتمد الرسمي بس. هو مشكله اللي انا عايزه هو اللي هيكون، يا اما هولع عليكم في الدنيا. هو ده اسلوب الاهلي يا جماعه. وانا درش. بص يا جماعه انتوا ايه هو ده؟ انا مش فاهم، انت كزملكاوي واخد الموضوع متحفز جدا ضد الاهلي. متحفز عشان انا دلوقتي بص، هو الموضوع ببساطه متحفز جدا ضد الاهلي ليه؟ رغم ان انت لا هو الموضوع ببساطه معايا عشان انا راجل واضح. ما يزكش في حاجه. بص يا قطري، انا راجل واضح بقول لك اللي من الاخر من غير ما اقعد اقول لا ده مش ده تحفز شديد، وانت واخد الموضوع ان الاهلي داخل خناقه عشان انا جامد فانا هدغدغ. طب ما هو كده فعلا. لا هو مش كده، الموضوع اكبر. الاهلي داخل خناقه لو ما كسبش فيها هيعور مصر كلها. يا سيدي هو يا اما اللي في دماغي يحصل يا اما هيديك قدام. اللي هو ايه اللي في دماغي بقى؟ هو الاهلي مشاها كده. هو ايه اللي في دماغ الاهلي؟ ما هو تقدر تقول انت اللي في دماغ الاهلي؟ قسما بالله ما حد يعرف. طب يا عم اللي في دماغي الاهلي انت يا اما تنفذ لي مطالبي، يا اما تنفذ لي مطالبي اللي انا عايزها بالظبط، يا اما مفيش دوري. انا مش لاعب. طب ما هي مطالب قانونيه يا مصطفى. مطالب قانونيه يا مصطفى. قانونيه في ايه؟
قانون يا قانونية مصطفى، اذا ايه؟ كنت انت لحد من 5 ايام انت كنادي يا زمالك سيدي بتشتكي هو من يا سيدي الحكام مطالبك، المصريين ومقطعهم، يا سيدي تعترض مطالبك، ليه دلوقتي ان انا بطالب حكام اجانب يا كزملكاوي؟ سيدي مطالبك يا سيدي. انا مش انا موضوع الحكام الاجانب ده انا والحكام المصريين انا اكتر واحد متضرر منه. طيب فمش معترض ليه عايزين ان انا معترض ليه عليا ان انا قافش في الحكام الاجانب؟ يا عم انت مشيها زي ما انت بتقعد تقول لي العب تحت اي ظروف، العب انت تحت اي ظروف انت كمان. لا انا مش انا عايز بقى اصرف انا دولارات دلوقتي ضارت في يا دماغي سيدي، انا مش عايز اصرف اللائحه، دولارات، روح انا انت اصرف ضارت في حاجه. دماغي اللائحه مع الاتحاد علشان انت عايز تلوي دراعي، لا انا بقى اللي بص يا هلوي مو، انا دراعي. هقول لك انت مفكر ان انا عايز العب حكام مصريين عشان حبا فيهم؟ طب امال ايه؟ امال عشان ما ايه يا تضرش. جماعه؟ يا جماعه ده انا الموسم ده خسران 15 بونت بالحكام المصريين. طيب معترض عليا ليه ان انا ماسك في ماتش دي وماتشك على قصه حكام تانية بقى. اجانب؟ حلو، انت بقى بتقول لي دايما ان انا بلعب تحت اي ظروف وجامد، ما لعبتش ليه؟ انا بقى امشيها بمزاجي بدليل ان انا لعبتك قبل كده طلبت حكام يا باشا اجانب. تمشيها بمزاجك زي ما انت عايز، في لائحه بقى تتطبق عليك. جميل، انا اللي بمزاجي ده طالبه طبقا للائحه. ما حصل. لا مش طبقا للائحه ولا حاجه. لا طالبه طبقا للائحه ان انا اطلب في الماتش اللي انا عايزه حكام اجانب. طيب ده لو معلش يا ماتش. جماعه، معلش يا عادل، انا هضطر انزل وان شاء الله لنا تاني يعني باذن الله. تمام يا حبيبي. خد بالك يا مصطفى، الموضوع لا النقاش لا يفسد للود قضيه. لا والله ابدا، مفيش اي مشكله. احنا دلوقتي في موضوع اتكرر مرارا وتكرارا على الزمالك، والزمالك اتعاقب عليه، والزمالك اتضر منه سنين وسنين. نفس الكيس ديت يا جماعه في سنه 96 نزلنا بثلاث حكام ثلاث تطقم حكام، كان الغندور والراجل اللي هو انا مش فاكر الحاج كان اسمه ايه، اللي هو حكم ادري عبد العظيم، وطقم ثالث، ولحد اخر دقيقه الزمالك مش عارف مين اللي هيحكم الماتش. ولعبنا نزلنا لعبنا الماتش عادي، ولما الزمالك خسر انسحبنا واتحل المجلس ودخلنا في مواويل سودا بعدها. خد بالك انا عايز الفت انتباهك دوت انت لو لنقطة. جربته مش هتقول عليا انا نظريه مؤامره. انا عايز الفت انتباهك لنقطه يا مصطفى، انك في كل الحالات اللي دايره انت مستفيد. ماشي اوكي تمام. فانت مش زعلان. فاللي عايز افهمك ليه ان انت ما تزعلش، انت مستفيد في كل الحالات. بالعكس، لكن انا عركتي مع الاتحاد. ماشي انا مش زعلان، انا كده كده مستفيد. كويس جدا يا مصطفى يا موسى، كويس جدا. طيب ماشي انا عارف. مصطفى لا يا حبيبي انا نازل والله لحاجه ثانيه. لا ده هو محترمه. كنت اسالك بس انا عارف ان في حاجه تانية. ايه يا حبيبي؟ حبيبي مو اخونا ومو يعني ايوه لا والله خالص. لا اوعى تكون زعلت مني يا مصطفى. انا والله ابدا. لا يا عم الراجل بيتكلم باحترامه زي الفل. لا والله انا نازل عشان حاجه ثانيه والله ابدا. لا سواء مو او القطري او انت، كلكم ناس والله يعني اكيد محترمين جدا. ماشي يا عادل. انا ماشي زعلت شغال. عندك حد ولا ايه يا عادل؟ يلا تصبحوا على خير. وانت من اهله حبيبي. يا مو انا مزعل حد عندك ولا ايه؟ هات النبوت وتعالى يا مو، يلا قول يلا. انا معاك اهو. انت قلت يا حبيبي جمله، قلت ان هو في ريحه وفي حاجه ايه جايه لوي دراع، وده اللي رفضه الاهلي.